عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا المدرب ماتي سياسي يستغيل من تدريب النادي الأهلي السعودي بعد ما جاب لاعبين حسب طلبه، وبعد ما خرج رياض محرز وأفران كيسي حسب طلبه. طبعا مثل ما نعرف أنه هو أراد خروج اللاعبين من النادي الأهلي. الآن يستغيل المدرب ماتي سيايسلا بسبب أيضا فينا نحكي عنه بسبب تخبطات إدارة النادي الأهلي وأسباب كثيرة راح نتحدث عنها في هذا الفيديو. وأبرز المدربين اللي ممكن يخلفوا ماتي سياسلا في تدريب النادي الأهلي السعودي. لكن قبل ذلك أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق لرفع مستوى وصول القناة، وبدعمكم نستمر إن شاء الله. أما بالنسبة لأول خبر راح نتحدث عنه، أو بالنسبة لأول شيء راح نتحدث عنه، هو سبب خروج المدرب ماتي سياسلا. بحسب صحيفة الرياضية، رفضت إدارة الأهلي الموافقة على اشتراط ماتي سياسلا دفع كامل رواتبه حال إقالته في عقده الجديد، وتمسكت بدفع 6 شهور فقط في حال فسخ العقد، ما أدى إلى رفض العرض الجديد وتقديم استقالته. إذن إدارة النادي الأهلي والمدرب لم يتفقوا. المدرب طالب في حال إدارة النادي الأهلي مثلا وسط الموسم بعد أول جولتين، بعد أول 10 جولات، أرادت أنه تغير المدرب ماتي سياسلا. المدرب طلب في حال تمت إقالته من إدارة نادي الأهلي أنه يدفعوا له كامل رواتبه السنوية، يعني يدفعوا له راتب سنة حتى لو ما كمل مع النادي الأهلي. لكن إدارة النادي الأهلي رفضت هذا العرض، وحكت له أنه ممكن ندفع لك نص موسم، نص سنة، يعني رواتب نص سنة في حال تمت إقالتك في الموسم في أثناء موسم 26-27. فرفض المدرب. خلال الاجتماع وافق المدرب ماتي سيسلا على عدم زيادة راتبه السنوي، يعني الزلمة ما طلب زيادة على راتبه اللي يتقاضاه في المواسم السابقة، طلب راتبه هو راتبه نفسه. لكن انه في حال تمت اقالته من إدارة النادي الأهلي، مو من نفسه هو انه اراد الاستقالة هو، لا، في حال تمت اقالته من قبل إدارة النادي الأهلي، هم راح يدفعوا له راتبه السنوي، راح يدفعوا له راتب سنة كاملة. هو إدارة نادي الأهلي طلبت 6 أشهر فقط أنه تدفع له، فرفض العرض. وخلال اجتماع وافق المدرب على عدم زيادة راتبها السنوي وتجديد عقدها، إلى أن الإدارة لم تقبل شرطها المتعلق بدفع كامل المبلغ. وعقد اجتماع نهائي خلال المعسكر الخارجي في البرتغال بحضور اللجنة التنفيذية والبرتغالي رودري بيدرو المدير الرياضي، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق. قدم يايسلا استقالته بعد نهاية المعسكر ولم يسافر مع الفريق إلى جدة. إذا مثل ما تحدثنا، المدرب طالب في حال أنه إدارة النادي أرادت إقالته رواتبه لمدة سنة كلها يدفعون، إن شاء الله أول شهر يقيلون، وإن شاء الله ثاني شهر يقيلونه في الموسم. إذا أرادت نادي الأهلي أنه تدفع له رواتب سنة كاملة، إدارة النادي الأهلي رفضت هذا الشيء، وأنه كان بدأ أنه فقط 6 أشهر في حال أنه أقالوا المدرب أثناء الموسم. لهيك المدرب استقال من تدريب النادي الأهلي، ومثل ما نعرف في إدارة نادي أو راح يدرب نادي نيوكاسل الإنجليزي. أنا ما بدي أتحدث أول شيء عن المدربين اللي ممكن يجوا للنادي الأهلي، أنا بدي أتحدث سبب تدمير النادي الأهلي. أنت كان فيك تناقش المدرب قبل بداية المعسكر، إذا بدك تجيب مدرب جديد تجيبه من نهاية الموسم 2025-2026 لحتى يبدأ المدرب ماتي سياسلا. قاد النادي الأهلي في عدة وديات في المعسكر، درب اللاعبين، اختار اللاعبين اللي ممكن يجوا للنادي الأهلي واختارهم هو بشكل شخصي. فاليوم بعد انتهاء المعسكر وبعد انتهاء الوديات وما بقي 13 يوم على بداية دوري روشن السعودي، 13 يوم أو 14 يوم، تجي تغير المدرب وتجي تتفاهم معه. هذه كارثة من إدارة النادي الأهلي. انسالي المدرب ماتي سياسلا حاليا، هي كارثة من إدارة النادي الأهلي. قبل بداية الموسم ب10 أيام تجي تناقش المدرب باستمراريته وبعقده وما بعرف ايش، هي كارثة. اذا بدنا نتحدث، نعرف النادي الاهلي كل ما ارتفع وكل ما حقق بطولاته يحاولوا يعني يخلوه يتراجع، يحاولوا مثل ما شفنا 2016 حقق الثلاثية التاريخية، وبعد النادي الاهلي بدأ تهميشه بدأت محاربته الى وصلنا للي وصلناه في الاخير. اليوم النادي الاهلي حقق دوري ابطال اسيا للنخبة على موسمين،
واليوم قبل بداية الموسم ب10 أيام تيجي تغير المدرب، فهي كارثة من إدارة النادي الأهلي. اليوم أنت المدرب اللي بده يجي يدرب النادي الأهلي أقل شيء بده شهر، بده مباريات ودية لحتى يفهمون اللاعبين تكتيك، لحتى يفهمون فلسفته في كرة القدم، خطة اللعب. اليوم تجيب أنت مدرب إلى الآن لسه 13 يوم، إذا بدك تتعاقد مع مدرب ممكن يومين 3 4، ما بغي أسبوع على بداية دوري روشن السعودي. فأنت المدرب واللاعبين ما راح يتفاهموا إلا في المباريات أولى الجولات، والمصيبة أنه عندك ثالث جولة مع نادي الهلال، يعني مباراة قوية. فأنت اليوم اللاعبين ما راح يفهموا تكتيك المدرب شنو مطلوب منهم بأرض الملعب بأسبوع تقريبا. فهي كارثة من إدارة النادي الأهلي، ومن أيضا اللي خلف إدارة النادي الأهلي اليوم صندوق الاستثمارات هو نفسه المالك للنادي الأهلي ومالك لنادي نيوكاسل الإنجليزي. فأنت بدل ما تعطي لنادي نيوكاسل الشروط اللي بده إياها والرواتب اللي بده إياها، خليه في النادي الأهلي محقق لك بطولتين دوري أبطال آسيا للنخبة. فكارثة حقيقة، كارثة من إدارة النادي الأهلي، من اللي حاولوا ويحاولون إلى الآن أنه تهميش النادي الأهلي، وأيضا إسقاط النادي الأهلي بعد ما وصل لقمة آسيا كأس النخبة على التوالي. أنا من وجهة رأيي قبل ما نتحدث عن المدربين اللي ممكن يدربون النادي الأهلي في هذا الموسم، في 4 أسماء. أنا أتوقع أن النادي الأهلي هذا الموسم مهما مين ما يجي اليوم، ما عندك أنت لا استقرار فني ولا استقرار لاعبين، ولا أنت مبدل رياض محرز وفران كيسي ومبدل المدرب فران كيسي ورياض محرز. فران كيسي صحيح ما قدم مستوى أسطوري مع النادي الأهلي، لكن كان جيد مع النادي الأهلي. رياض محرز ساحر النادي الأهلي اليوم طلب من المدرب، مثل ما نعرف آخر الأخبار تحدثت أنه المدرب هو طلب خروج رياض محرز، أنه ما يركض كثير بأرض الملعب وما أعرف إيش. فاليوم أنت طلعت رياض محرز عصب النادي الأهلي، العمود الفقري في النادي الأهلي، وتروح بالأخير تجي تغير للمدرب. تخبطات إدارية كارثية بالنسبة للنادي الأهلي. أما بالنسبة للمدربين اللي ممكن يقودوا النادي الأهلي ويخلفوا ماتي سياسلا في النادي الأهلي، فهم 4 بحسب آخر الأخبار. نونو سانتو البرتغالي، وفيتور بيريرا أيضا البرتغالي، وتشافي هرنانديز وأرنسلوت، ومدرب ألماني لم يظهر اسمه بعد. يعني 4 أو 5 مدربين ممكن يدربوا النادي الأهلي في الفترة القادمة. مثل ما نعرف نونو سانتو قبل درب نادي الاتحاد، واليوم ممكن يدرب النادي الأهلي. تشافي هرنانديز أنا من عشاق برشلونة، وأيضا يعني زرقاء اليمامة، لكن ما يصلح التدريب النادي الأهلي، خذوها مني. يعني يصلح مع احترامنا في الدوري القطري بغير الدوري، أما الدوري السعودي دوري تنافسي، ما هو دوري سهل. فبدك مدرب كبير، يعني تشافي هرنانديز كبير أيضا، لكن بدك مدرب أفضل منه. فأنا برأيي إنه النادي الأهلي، ونرجع للموضوع، ولا إدارة النادي الأهلي وأيضا القائمين على التعاقدات المدير الرياضي كان يعني عملوا كارثة للنادي الأهلي اليوم. يعني في سوق الانتقالات المدربين وما مدربين صعب تلاقي مدرب ممتاز بالهين يعني وتجيبه لناديك. في كثير مدربين في كثير أندية عالمية حاليا، يعني في عندها مدرب موسم وموسمين و3 و4 وما يقيلون بسبب شح المدربين. فإن شاء الله يختار للنادي الأهلي الخير في الأيام القادمة. إن شاء الله يجي مدرب يعني يكون عكس توقعاتي. أنا أتوقع هذا الموسم النادي الأهلي ممكن ما يحقق ولا بطولة بسبب عبث إدارة النادي الأهلي اللي كارثة اللي سوته بقالة المدرب، وعدد من كثير من اللاعبين طالعتهم ما بعرف إيش. فكارثة اللي صار في النادي الأهلي. إن شاء الله يجي مدرب يخرب توقعاتي ويخرب ظنوني، والله يختار الخير للأهلي الملكي وقلعة الكؤوس. لا تنسونا من دعمكم من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.